صحيت النهارده الصبح خير اللهم اجعله خير، لقيت الانبوكس بتاعي هينفجر من كميه الناس اللي بعتلي لينك لفيديو الاراجوز الرويبضه اللي منزله النهارده، اللي بيبرر فيه الكلام اللي قاله عن المسيحيه الصهيونيه في حلقه من حلقات برنامج كلمه اخيره. فقلت خلاص نسمعه ونشوف الاراجوز جايب لنا ايه النهارده. الاراجوز بيقول لك ايه بقى؟ في ناس بتنخر ورايا وتقول عليا كلام وحش واتهامات. لا يا فندم، محدش بينخر وراك، انت اللي بتنخر ورا نفسك، انت اللي عمال تحفر لروحك، احنا بس بنستلقى. وبيقول كمان ان الكنيسه مقلوبه والاقباط زعلانين مني. لا يا فندم برضه، ولا الكنيسه مقلوبه ولا دريانه بيك اساسا ولا الاقباط زعلانين منك. هو من امتى زعل الاقباط في الداخل او في الخارج بيفرق مع حد؟ احنا الفيديوهات اللي بنعملها عنك دي عشان نتريق عليك، علشان نعرفك غلطك، لكن مش عشان زعلانين ولا فارق معانا اساسا. انت بقى عمال تقول الميجا تشيرشز اللي موجوده في امريكا اللي بترفع علم اسرائيل، ودول كنايس محدده قوي، كنايس انجيليه. مش كل الكنايس، ده معظم الكنايس الانجيليه معترضين اصلا على الكلام ده. لا يا فندم خالص، معظم الكنايس الانجيليه اللي موجوده هنا، ده لو انت كنت يعني دخلت ودورت هتلاقي معظم الكنايس الانجيليه حاطه علم اسرائيل، وده من ضمن اعلام بلاد تانية كتير قوي علشان بيصلوا لها. طبعا الحاجات دي حاجات انت ما تفهمهاش، بس مش مشكله، مش هنضيع وقتنا دلوقتي في ان احنا نشرحها لك. الحاجه الثانيه ان الكنائس الانجيليه المعترضه دي هي كنيسه واحده بس تقريبا، ودي موجوده في مصر احنا كلنا عارفينها، وغالبا الشعب والخدام بتوعها متاخدين اسرى او رهائن او حاجه زي كده علشان يوافقوا على الكلام اللي بيتقال من على المنبر. بس يعني ربنا معاهم، الله يكون في عونهم. بالصدفه معظم خدام واسوس الكنيسه دي خارجين من تعليم واحده من الميجا تشيرشز اللي انت جبتها في الفيديوهات في الحلقه بتاعت كلمه اخيره. على العموم دي امور داخليه احنا كاباط المفروض بنحلها مع بعض. انا مش عارفه ايه اللي دخل حضرتك وسطينا، يعني انت منور بس انا مش فاهمه انت موجود هنا ليه يعني. وبعدين جه الاراجوز يقول لك ايه؟ الناس اللي بتعمل فيديوهات وبتهاجمني دي ممولين من اسرائيل. لا يا فندم، انا مش مموله من اسرائيل، وفي 2 3 ماسكينك هارينك في فيديوهاتهم انا اعرفهم شخصيا وبرده مش ممولين من اسرائيل. وبعدين يا ريت، ده احنا لو ممولين من اسرائيل اكيد ما كناش هنضيع وقتنا يعني في الفيديوهات بتاعتك، كنا هنعمل فيديوهات تانية في مواضيع اهم بكتير علشان التمويل يعني. بس السؤال بقى، انت ممول من مين وعايز ايه؟ وبعدين يجي في اخر الفيديو يقول لك ايه؟ خدوا بالكم، الزن على الودان اقوى من السحر. فعلا عندك حق. طب ما كفايه زن بقى دبور، لان شكلك كده بتزن على خراب عشك.